كتب تحت كلمة من كتبت كنيته تحت كلمة تحقيق، وهذا لا أعرفه. هناك شخص كان يكنى بهذه الكنية ينتسب إلى أبي إسحاق الحويني، أو انتظر لما هنا كتب مقدمة المكتبة يقول شارع العزيز بالله. طبعا في هذا الشارع المسجد مسجد معروف يؤمه الحزبيون، فلا يكون هذا تشجيعا لأحد على ذاك. فهمت؟ المسجد الذي في شارع العزيز بالله هذا مجمع للحزبيين والمخالفين من سنوات طويلة. عرفت هذا؟ يعني من ولا تجد من يستقيم أمره يؤمه ويقصده ويذهب هناك معي. حتى الذي يريد أن يشتري شيئا دنيويا لا أنصحه أن يذهب هناك أيضا. عرفت هذا؟ حتى لا يكون في إطار مخالفة وفتن. نعم، من يجمعون الأشكال والألوان المختلفة هناك، ليس حتى على شكل ولون واحد، وإن كان في إطار عام للادعاء السلفية ولا التكفيرية ولا الحزبية، لكن أشكال وألوان مختلفة. وأيضا في آخر الكتاب هنا إعلان عن كتاب لمحمود عبد الرازق، وهذا ليس على الجادة، هذا ليس على الجادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل البدء، الأشياء المخالفة يمكن أن تشطب عليها وأن تجعل عليها علامة حتى تكون منبها على هذا لمن قد ينظر في الكتاب وأنت لا تدري. يعني هذا دائما، يعني في إذا كان في الكتاب اسمه مكان ولا إعلان عن كتاب آخر، أحيانا يكون الكتاب جيدا لكن في ظهره إعلان عن كتاب آخر ليس جيدا، أو يكون الكتاب مثلا لبعض الأئمة، هذا الشارع أيضا كتاب لبعض الأئمة ولكن حققه محقق ليس جيدا، فأيضا تضع علامة أو إشارة أو تجعل علامة هكذا مائلة بحيث تنتبه وينتبه من في بيتك إلى أن هذا فيه شيئا. إذا استوضحوك توضح. نعم، لأن أخشى أن بعض الناس يجد مثلا عنوانا ولا يجد شيئا فيقول هذا جيد إذن، أو يقول نذهب إلى هذه المكتبة. بعض الناس، يعني أحد الإخوة يدخل مكتبة فيرى كتبا تباع لدار فيقول إذن هذه الدار سلفية طالما أنها توجد هنا. فهمت؟ أحد الأشخاص مرة جاء وقال هناك كتب بتحقيقات بعض المخالفين إذن جيدون. قلت له يا أخي، ولا نبهنا على هذا، لكن بعض الكتب التي هي لبعض الأئمة لم تطبع إلا طبعة واحدة بتحقيق شخص عنده مخالفات. فهمت؟ فنحن نضع الكتاب لا لتحقيق المخالف، وإنما لأن الكتاب لهذا الإمام والاستفادة به حاصلة، وإذا وجد في كلام هذا المخالف شيء يكتب عليه أو يقطع إن تمكن من هذا، وهكذا. إذا غلب الأمر بحيث صار لا تمكن صار يعني لا يمكن أن تستفيد من الكتاب إلا وهو فيه ما فيه، فإذا هنا تنزعه، يعني تخرجه. فهمت الكلام؟ نعم.
وأهم شيء هو أن تكون أنت منتبها وفاهما حقيقة الأمر وحقيقة ما يدور. عرفت؟ طيب، يقول الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه وسدد خطاه: العقيدة الإسلامية هي التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه. يعني نحن ندرس هذا الكتاب الذي هو الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد. فما هو الاعتقاد الذي ندرسه؟ الاعتقاد الذي جاء في القرآن والسنة. ندرس العقيدة الإسلامية، والعقيدة الإسلامية جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعقيدة الإسلامية هي التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه وأوجبها على جميع خلقه الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. في هذا أمر، إن الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة، وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو ينقصها. وكل المكلفين من الخلق أمروا بها. أمروا بماذا؟ بأن يكونوا على هذه العقيدة وأن يعتقدوا هذه العقيدة. وإنما كان هذا شأنه، أو إنما كان هذا شأنه وأهميته لجدير بالعناية والبحث والتعرف عليه. إذن كل الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة، وكل أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يتبعونهم بالحق وعلى الحق فإنهم يعتقدون هذه العقيدة. فالذين كانوا يتعبدون بشريعة موسى، والذين كانوا يتعبدون بشرائع من قبلهم من الأنبياء، والذين يتعبدون بالشريعة التي بعث بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلهم يعتقدون ماذا؟ عقيدة واحدة. كلهم يعتقدون عقيدة واحدة. العقيدة لا يمكن أن تختلف أو تتبدل أو تتغير، هي عقيدة واحدة، عقيدة صحيحة واحدة. فكل الرسل جاءوا بالدعوة إلى هذه العقيدة، وكل الكتب الإلهية نزلت لبيانها وبيان ما يبطلها ويناقضها أو ينقصها. لكن الذي يعني هذه العقيدة واحدة، حتى نحن نعلم أن الذي يجب علينا هو أن نتبع الشريعة الخاتمة. الذي يجب على من كان في زمن موسى أن يتبع الشريعة التي تعبد الله تعالى بها موسى ومن معه، وهكذا. واضح هذا؟ لا تختلف العقيدة. الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به قبل أن يبعث، والذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به بعدما بعث. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، من علمنا منهم ومن لم نعلم، من قص الله تعالى علينا في كتابه من شأنه ما قص ومن لم يقص. صحيح ولا لا؟ يعني لا تظن أن التقدم أو التأخر أو كون فلان من أتباع من تعبد بشريعة النبي الفلاني ومن أتباع النبي الفلاني أنه يقتضي هذا منه أن يعتقد عقيدة بخلاف من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح ولا لا؟ الذي اتبع عيسى والذي اتبع موسى والذي اتبع محمدا صلى الله عليهم جميعا وسلم، الكل يعتقد ماذا؟ اعتقادا واحدا. عرفت هذا؟ ولذلك من الغلط العظيم أن يقال إن الأديان سماوية، أن يقال إن الأديان مثلا النصرانية أو اليهودية هذه سماوية. هذه ليست سماوية، هذه أديان مخترعة لها أصول سماوية. نعم، رسالة موسى، رسالة عيسى، هذه من السماء، هؤلاء رسول الله وأنبياؤه، وجاءت رسالاتهم من عند الله ونزلت الكتب عليهم من عند الله من فوق السماء. عرفت هذا؟ ولكن هذه الأصول قد حرفت وغيرت وأخرجت عما هي عليه إلى دين جديد ما أنزل الله به من سلطان. فالنصرانية ليست دينا سماوية، واليهودية ليست دينا سماوية. الدين السماوي الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى هو واحد دان به جميع الأنبياء وجميع أتباع الأنبياء، وهو الإسلام.
الذي حصل فيه اختلاف بين بعض الأنبياء وبعض، وبالتالي بين أتباع بعض الأنبياء وبعض، اختلاف لاختلاف الأزمنة، لاختلاف الأمكنة، هو في الشرائع، هو في الشرائع، وليس في كل الشريعة بالطبع. هناك أمور لا يمكن أن تحل في أي شريعة، مثلا أمور محرمة في كل الشرائع، لكن هناك مثلا كيف كانوا يصلون؟ كانوا يصلون نعم، وكانوا يصومون نعم، وكانوا يحجون، كانوا يتصدقون، لكن كيف تفاصيل هذا عندهم؟ قد يمكن في التفاصيل بعض الاختلاف، يمكن أن يكون في التفاصيل بعض الاختلاف. أما الدين فواحد، أما الاعتقاد فواحد. عرفتم هذا؟ خصوصا وأن هذه العقيدة تتوقف عليها سعادة البشرية في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومعنى ذلك أن من أفلت يده من هذه العقيدة، يعني ماذا؟ تعرف كما نقول فلت يده، أفلت يده يعني فك يده، ترك هذه العقيدة، فإنه يكون متمسكا بالأوهام والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وبالتالي يكون مصيره إلى النار وبئس القرار. فإذا كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، مخالفة لما أرسل الله به، لما بعث الله به رسله، فإن كانت هذه العقيدة موافقة لما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة صحيحة سليمة. يعني أي عقيدة يعتقدها أي شخص، هذه العقيدة هل توافق ما أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب أم تخالف؟ إن وافقت فهي عقيدة صحيحة سليمة تحصل بها النجاة من عذاب الله والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن كانت هذه العقيدة مخالفة لما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه فهي عقيدة توجب لأصحابها العذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. هنا تركنا شيئا. والعقيدة معناها ما يصدقه العبد ويدين به. طبعا هذا يعني تعريف مختصر. كلمة العقيدة معناها يقول ما يصدقه العبد ويدين به. العقيدة ما انعقد عليه القلب، من عقد عليه القلب، وطبعا يعني ما آمنت به هذا اعتقدته، الذي آمنت به اعتقدته. والإيمان ليس مجرد تصديق، فهمت؟ إنما هو تصديق وزيادة. لذلك هنا قال ما يصدقه العبد ويدين به. كونه يدين به هذا أعم من مجرد أن يكون مصدقا به فقط، لأن بعض الناس قد يصدق ببعض الأشياء ولا يكون مؤمنا بها، كما أنه وجد مثلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يهود صدقوا وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، ولكنهم لم يؤمنوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن نبي، وهم صدقوا في أنفسهم أنه نبي، ولكن مع هذا لم يكونوا مؤمنين. مع هذا لم يكونوا مؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يكن معهم مع مجرد تصديقهم هذا إقرار وتكميل لما يكون في قلوبهم مما ينبغي أن يكون، ولم يكن عندهم إقرار باللسان مع التمكن منه، وبالتالي لن يكون عندهم شيء بعد هذا مما يمكن أن يكون بالجوارح معي. ولهذا مجرد التصديق أو ادعاء التصديق لا يكون ماذا؟ لا يكون إيمانا. والعقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم والمال في الدنيا، وتحرم الاعتداء عليهما، على الدم والمال، وانتهاكهما بغير حق، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا الحديث في الصحيحين وهو مروي عن غير واحد من الصحابة، بل نص غير واحد من أهل العلم على تواتره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
رواه مسلم. وهنا يعني يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذه إشارة إلى أن المطلوب ليس مجرد أن يقول العبد بلسانه لا إله إلا الله، إذ قد يقول شخص ما لا إله إلا الله بلسانه وينقض لا إله إلا الله بأنواع النواقض، ويأتي بما يجعل إسلامه غير صحيح. فإذا لا بد من قول لا إله إلا الله، ولا بد من تحصيل شروطها، ومن هذه الشروط الكفر والبراءة من الشرك وأهله. نقول من هذه الشروط نقول الكفر بما يعبد من دون الله، أو نقول البراءة من الشرك وأهله. عرفت هذا؟ فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا الذي أظهره لنا، ولم ينقض الإسلام في الظاهر بأي ناقض، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. وهي أيضا العقيدة الإسلامية الصحيحة تنجي من عذاب الله يوم القيامة، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وفي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ويوم في ليلة السبت في جامع العلوم والحكم قرأنا كلاما فيما يتعلق بهذا، وما الذي ينبغي في هذا المقام، وأن الاعتبار ليس فقط بمجرد قول لا إله إلا الله، لا بد أن يكون هذا القول باللسان قد واطأ ما في القلب، وتكون الجوارح أيضا على هذا، إذ لا يمكن أن يقول عبد بلسانه لا إله إلا الله ثم يعتقد اعتقادا كفريا بقلبه، أو يقول قولا كفريا، أو يفعل فعلا كفريا، لأنه إذا اعتقد اعتقادا كفريا يضاد الإيمان من كل وجه، أو فعل فعلا كفريا يضاد الإيمان من كل وجه، أو قال قولا كفريا يضاد الإيمان من كل وجه، لم تنفعه لا إله إلا الله وإن قالها. عرفت هذا؟ والعقيدة الصحيحة السليمة يكفر الله بها الخطايا، فقد روى الترمذي وحسنه، وبعض أهل العلم أيضا ربما يحسنه من بعد هذا، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فقراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ملئها، فشرط في حصول هذه المغفرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط في حصول هذه المغفرة سلامة العقيدة من الشرك كثيره وقليله. قال شيئا، لا تشرك بي شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النفي، والنكرة وذكر النكرة في سياق النفي يفيد العموم. فلا تشرك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لا تشرك بي أي شيء. عرفت؟ ولذلك هنا الشيخ قال: فشرط في حصول هذه المغفرة سلامة العقيدة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره. ومن كان كذلك فهو صاحب القلب السليم الذي قال الله فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في معنى حديث عتبان: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا، طبعا البتة كما سبق فيها خلاف هل هي بالهمزة المقطوعة أم بالهمزة الموصولة. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. نحن الآن لم نتكلم عن من نقض توحيده، إنما نتكلم عن من نقص توحيده، عن من في توحيده نقص. فأما الذي عنده لتوحيده نقض فهذا أمره أبعد وأضل. صحيح ولا لا؟ فناقص التوحيد الذي عنده في توحيده نقص هذا مسلم ولا كافر؟ مسلم لكن في توحيد.
لكن الذي عنده لتوحيده نقض، هذا ماذا؟ هذا الذي ينقض التوحيد، يعني معنى هذا لا يبقى التوحيد، نقض، كفر. عرفت هذا؟ ولهذا لما نقول ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، إذن لماذا لا نهتم بالتوحيد؟ ألا يجب علينا أن نمضي أوقاتا كثيرة في توحيد الله سبحانه وتعالى؟ تعال أجلس هناك. أنت افتح لا تغلق على إخوانك، افتح. أنا لا أدري ماذا هو يستأذن ثم قام أطفال. تعال هنا، يجلس بجوار كمثل الذي يجلس تحت المروحة ثم يقول برد. ابتعد إذا كانت يعني. نعم. طيب، إذن لابد أن نهتم بالتوحيد ودراسته حتى نتمكن من تحقيقه. صحيح ولا لا؟ نحن لما ندرس أبواب كتاب التوحيد، لولا مثلا ما يذكر في لولا، ما يذكر في التشريك على بالله وفلان، على الله وفلان، من الله وفلان، التشريك هذا وما يذكر في باب لولا مثلا، هذا مما يقع كثيرا في الألفاظ وفي الكلام. الحلف بغير الله معي، لأن يعني أنا الآن أنا بعد أمثل بأمور هي في الجملة من الشرك الأصغر، بعد لم أتكلم في الشرك الأكبر. صحيح؟ إذن لا بد من أن نعتني بدراسة التوحيد، وأن نمضي الأوقات الكثيرة في دراسة التوحيد، وأن نفني أعمارنا في دراسة التوحيد وفي تعلمه لله رب العالمين. فهمت هذا؟ ولماذا أقول لله رب العالمين؟ لأن بعض الناس من الطلاب قد يحب أن يدرس التوحيد لأجل أن يقول أنا درست كذا وحفظت كذا حتى يفتخر على أقرانه. وبعض المتشيخة ممن خاصة يريد أن يدعي السلفية أو أن يثبت أنه سلفي، ولا يكون في هذا على هذا في الغالب، يحب أن يتكلم في التوحيد لأجل أن يقول عنه الناس نعم هذا سلفي لأنه يتكلم في التوحيد. بعض الناس حتى يأتي ببعض الشيء يقول لا أنا أتكلم في التوحيد، يعني ليه؟ لماذا؟ لأن الإطار السلفي الذي يضع نفسه فيه لا يستقيم إلا هكذا. لا يا أخي، لا عبد الله، أنت كنت معلما أو متعلما مدرسا أو طالبا، عليك أن تدرس هذا وأن تدرسه وأن تعتني به لله رب العالمين. لذلك أنت تدرس هذا وتدرسه، طلبه الناس أو رفضوه. صحيح؟ طلبه الناس أو أعرضوا عنه. قلت إننا سندرس العقيدة، فجاء 10، جاء 20، جاء 300، جاء 200. أنت تدرس ما ينبغي أن يدرس، أنت تدرس ما ينبغي أن يدرس، ولا تلتفت إلى كبر الحلقة وصغرها. لأن بعض الناس يذهب إلى مكان فيرى الناس فيه ماذا؟ بالألوف، كمثل اللي يقولون إيش المؤتمرات الحاشدة، بالألوف يحضر الناس. فهمت؟ ويأتي إلى مجلس العلم فيجد ماذا؟ يجد بضعة صفوف. صحيح؟ فيقول أنا ألوف ولا إلى بضعة صفوف؟ لا، أنا مع الحق. إذا كان الحق عند الألوف فأنا مع الألوف، وإذا كان الحق في بضعة صفوف فأنا مع تلك الصفوف، ولو لم يبقى إلا من لا يفنون الخروف. فهمت هذا؟ تعرف هذا المعنى؟ يعني لم يبقى إلا عدد قليل لو نزلوا على خروف لا يأكلونه، لا يفنون الخروف، أنا حتى يتم السجع يعني. فهمت؟ هذا العدد الذي لا يفني الخروف كم هو مثلا؟ 10؟ 10 ربما، يعني من غير الإخوة هنا أظن 5 يمكن أن يفنوا. لا يعني 10 مثلا، أكثر من هذا ربما، على حسب الأشخاص والأحجام يعني، والطاقة والقدرة. نعم، بحجم الخروف يعني. الخلاصة أنك تتمسك بالحق مع أهله،
لا تلتفت إلى شيء سوى هذا، لا تلتفت إلى البهارج، لا تلتفت إلى الزخارف، لا تلتفت إلى الأطر الأخرى. بعض الناس لجهله يقول لا أنا أريد يعني الشيء المنظم، نقول له تعالى ادرس في مجلس العلم، يقول لا أنا لا أريد هذا، أنا أريد إذا كان في اختبار وتعطون شهادات أو إجازات أنا أدرس، لكن دراسة هكذا لله في لله وتدرسون الكتاب ثم يمضي الناس وينصرفون وانتهى الأمر والحمد لله، ماذا سأستفيد؟ يعني هو يريد شيئا حتى يبرزه للناس، انظروا أنا معي، انظروا أنا أخذت، انظروا أنا، هذه الحركات التي يستخدمها الناس الآن. لشخص يقول أنا معي إجازة في كذا، أنا معي شهادة في كذا، أنا درست شهرا في المكان الفلاني وشهادة، وهكذا حركات. أنت معي؟ لا، نحن ندرس لله لا لنيل شهادة ولا لنيل. يمكن أن نصنع هذا، تعرف لو أردنا أن نصنع هذا وأن نصنع الذي سيدرس معنا الكتاب ويحضر يوميا في النهاية سنعطيه شهادة، فتجد أن بعض الناس يواظب ويحضر حتى يحضر منه حتى يأخذ الشهادة في النهاية، لكن هذا ليس مسلكا قويما هذا بهذا الأسلوب، لأنه ماذا؟ هؤلاء الناس سيدرسون لأجل الشهادة، لأجل هذا الأمر، لا يصلح هذا. الشهادات أصلا حتى في الكليات حتى في الجامعات هي لم تكن شيئا إلا إثباتا فقط لما وقع، الآن صارت هي الغاية. يعني المراد في الجامعات وفي الكليات من وجود الشهادات أن هذا الشخص فعلا درس عندنا، وأن هذا الشخص اختبرناه فوجدناه قد درس وحصل هذه المعلومات، وهذه الشهادة إثبات لهذا فقط، يعني حتى لا ينسى أحد وحتى لا ينكر أحد، فقط إثبات. لكن صارت الآن هي ماذا؟ هي التي تقصد من كل ما يحصل أن يحصل الشهادة. فهمت؟ كمثل شهادة العالمية سمى الدكتوراه. ما شهادة العالمية؟ يعني أن فلانا هذا قد وصل إلى مرحلة صار بها من العلماء، هذا الأصل، ففقط هذه الشهادة تؤكد هذا، وبحثه الذي قدمه هو مبين لمستواه، مبين لما عنده، وإلا فالأمر عنده أوسع من هذا، الأمر هذا جزء مما عنده. فهمت؟ لكن صار الأمر ماذا؟ أن الذي يدخل في هذه الشهادات، أكثر من يدخل في هذه الشهادات لا يكاد يدري شيئا عن الموضوع، ويستعين بالناس ويجمع ويدلس وربما يسرق وربما يدفع نقودا ورشاوى وكذا لأجل أن يحصل في النهاية على لقب ماذا؟ لقب الدكتور وحرف الدال وهذه الحركات. أنتم معي؟ إذن لابد أيضا أن نذكر أننا لابد أن ندرس التوحيد لله رب العالمين، وألا نلتفت إلى هذه الأمور، وأن ندرس العلم عموما لله رب العالمين، وألا نلتفت لشيء من هذا. عرفت؟ طيب. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. والعقيدة انتهى، يعني انتهى النقل عن الإمام ابن القيم. والعقيدة السليمة تقبل معها الأعمال وتنفع صاحبها. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذي يعمل أعمالا هي جيدة، هي في الأصل صالحة طيبة، يعني يتصدق مثلا على الفقراء، يطعم المساكين، يأتي إلى الناس في رمضان فيقول أنا سأفطر الصائمين، أنا سأجعل شخصا يحج على نفقة كل عام مثلا، ثم هو نصراني بعد هذا. هذا يجعله ينجو من الخلود في نار جهنم أبدا. نعم، بعض الكفار في النار أشد عذابا من بعض، أنت معي؟ لكن هو في كل الكفار يشتركون في ماذا؟ في أنهم في نار جهنم خالدون. أما الذي يريد أن يحيا الحياة الطيبة فعليه أولا أن يكون مؤمنا، أن يكون مسلما،
وأن يكون صحيح الإيمان، وأن يكون سليم العقيدة صحيح العقيدة. ثانيا أن يعمل العمل الصالح، والعمل الصالح حتى يكون صالحا لا بد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى العكس من ذلك فالعقيدة الفاسدة تحبط جميع الأعمال. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا الكلام انظر يعني الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتداء، والناس من بعده: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هم هؤلاء الذين قصدوا بهذه الجملة؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما البال بمن يكون دونهم؟ فما البال بأمثالنا؟ لابد إذن أن ننتبه انتباها عظيما لأمر الشرك ولأمر التوحيد، وألا نستكثر شيئا. بعض الناس يتعلم يقول أنا درست مرة الأصول الثلاثة ومرة كتاب التوحيد ومرة كشف الشبهات أو مرتين لا تستكثر يا أخي، لا تستكثر. ابقى دارسا للتوحيد ما حييت، ابقى دارسا ومتعلما ومستزيدا من التوحيد ومن معانيه ومما فيه ما حييت إلى أن تموت. لا يأتي حد أو لن يأتي عليك وقت إذا كنت تفهم، لن يأتي عليك وقت أبدا وتقول فيه أنا انتهيت من دراسة العقيدة. والله بعض الجهلة قال هذا، قال أنا خلصت العقيدة. امرأة تقول لها أخرى احضري معنا درس العقيدة، تقول لها أنا الحمد لله خلصت العقيدة. لا أدري خلصتها أين يمكن أن تخلص هذه العقيدة؟ ما خلصت. تقول خلصت وهي لم تخلص. فهذا يؤتاه صاحبه من الجهل. أحد الأشخاص أيضا يقول لصاحبه أنا الحمد لله فهمت منهج أهل السنة، حتى اسألني أي سؤال في المنهج سأجيبك. هذا ما أجهله بمنهج أهل السنة، هذا الذي يقول هذا الكلام. هناك حد ينتهى فيه إلى شيء. يعني هو الآن يعني سبحان الله كلما عاش وكلما تعلم وكلما تفهم وكلما ازداد وكلما درى. ليس الأمر كما يتصوره الجهال. ولذلك كلما كان الإنسان أجهل كلما كان في العلم أزهد، وكلما كان أكثر علما كلما كان على العلم أحرص. حفظتم هذا؟ كلما كان لابد أن أعيد الكلمة مرتين. كلما كان الإنسان أجهل كلما كان في العلم أزهد، فلذلك لا يكتب. وكلما كان أكثر علما كلما كان على العلم أحرص. ولذلك في الواقع تجد أن الطغام الجهال تجدهم أزهد الناس في العلم، وتجد أحرص الناس على العلم العلماء. حتى العلماء والله رأيت ناسا يعني من كبار العلماء أفنى وأعمرهم يرى كتابا، يرى طبعة جديدة من كتاب يقول ما شاء الله ما هذا، وكأنه يرى، أنت تراه ربما جاهل يظن أنه يرى الكتاب لأول مرة. هذا في صحيح البخاري، ما شاء الله طبعا ما شاء الله. حرص.
الإخوة يقول: أين ذكر ابن القيم الكلام الذي قرأناه؟ هذا في إغاثة اللهفان. وفي إغاثة اللهفان في الجزء الأول كلام مستطاب طويل في التوحيد والشرك. لما قرأنا من قبل إغاثة اللهفان مررنا بفضل الله عليه كله، ومن مر عليه من قبل لابد أن يراجعه وأن يستفيد منه، ومن لم يقرأه يحسن به أن يقرأه وأن يستفيد منه. قال: والعقيدة الفاسدة بالشرك تحرم من الجنة والمغفرة وتوجب العذاب والخلود في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعقيدة الفاسدة تهدر الدم وتبيح المال الذي يملكه صاحب تلك العقيدة، يعني بالكفر، هذا الذي يكفر ويرتد والعياذ بالله. قال: والعقيدة الفاسدة تهدر الدم وتبيح المال الذي يملكه صاحب تلك العقيدة. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وبالتالي فالعقيدة السليمة لها آثار طيبة في القلوب والسلوك الاجتماعي والنظام العمراني. فهناك فريقان كل منهما بنى مسجدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في الظاهر هذا عمل عملا وهذا عمل نفس العمل. فريق بنى مسجده بنية صالحة وعقيدة خالصة لله عز وجل، وفريق بنى مسجده لهدف سيء وعقيدة فاسدة. فأمر الله نبيه أن يصلي في المسجد الذي أسس على التقوى، ونهاه أن يصلي في المسجد الذي أسس على الكفر والمقاصد السيئة. وإلى الآن يوجد مثل هذا في كثير من الناس، يعني هذا يصنع شيئا، هذا في المقابل يريد أن يصنع شيئا مماثلا لكن ليضار به الحق. هذا يكون عنده مركز، هذا يريد أن ينشئ مركزا آخر. هذا عنده كذا، يريد الثاني أن يصنع شيئا مقابلا ليضار به وليثبت كذا ولأغراض فاسدة ودنيئة. قال الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. اتخذوه لماذا؟ اتخذوا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. انظر، أيضا يبين أن هؤلاء المنافقين سيحلفون ليثبتوا ما هم عليه، أنهم ما أرادوا إلا الحسنى. فمن لا يدري سيقول: نعم يا أخي، هؤلاء فعلوا في الظاهر خيرا، ويحلفون بالله إن أردنا إلا الحسنى، يعني خير ظاهر، ويؤكدون هذا بالحلف أيضا. ماذا تريد؟ والله تعالى يعني يقول: ويحلفون على الكاذب وهم يعلمون. ويقول الله تعالى في المنافقين: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد الذي بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ذاك المسجد المؤسس على التقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وجوب معرفة العقيدة الإسلامية. اعلموا وفقني الله وإياكم أنه يجب على كل مسلم أن يتعلم العقيدة الإسلامية ليعرف معناها وما تقوم عليه، ثم يعرف ما يضادها ويبطلها أو ينقصها من الشرك الأكبر والأصغر. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، واستشهد بهذه الآية، يعني بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن أول شيء ماذا؟ العلم. حتى لا إله إلا الله لا بد فيها من العلم. ولذلك أهل العلم لما يذكرون شروط لا إله إلا الله أول شرط يذكر هو ماذا؟ في شروط لا إله إلا الله العلم. العلم بمعنى لا إله إلا الله.
قال الحافظ ابن حجر، هذا الحافظ ابن حجر يقول هذا في فتح الباري الذي هو شرحه على صحيح البخاري. وفتح الباري لما قيل للشوكاني، لما طلب من الشوكاني رحمه الله أن يشرح صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح. تعرف يعني استند الحديث، وقل فتح الباري، عرفت. وقبل فتح الباري للحافظ ابن حجر هناك فتح الباري للحافظ ابن رجب، وقد طبع منه ما وجد ولكنه ليس كاملا، إنما هناك بعض ما سقط منه كذلك في الأول، ثم الموجود منه إلى كتاب الجنائز من صحيح البخاري، ليس يكمل بعد هذا. قال الحافظ ابن حجر قال ابن المنير، هذا زين الدين بن المنير السكندري صاحب المتواري، كتاب المتواري في تراجم أبواب البخاري، وهذه الكتب كلها موجودة هنا في المكتبة، المتواري والفتح الباري وفتح الباري. فابن المنير في هذا الكتاب الذي هو المتواري على أبواب البخاري يتكلم عن تبويبات الإمام البخاري في الصحيح. قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران، يعني لا يعتبر القول ولا العمل إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية، مصحح للنية المصححة للعمل. انتهى. ومن هنا اتجهت همم أهل العلم إلى تعلم أحكام العقيدة وتعليمها، واعتبروا ذلك من أوليات العلوم، وألفوا فيها مؤلفات خاصة فصلوا فيها أحكامها وما يجب فيها، وبينوا ما يفسدها أو ينقضها من الشركيات والخرافات والبدع. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لها مدلول ومعنى ومقتضى تجب معرفتها كلها، يعني أن تعرف مدلول ومعنى ومقتضيات لا إله إلا الله، هذا يجب عليك أن تتعلمه وأن تعلمه لمن يجب عليك تعليمهم. يعني أنت يجب عليك أن تكون حريصا على أن تتعلم، وأولادك، بعض الناس لا يتصور إلا أن الواجب عليه في أولاده أنه يطعمهم وينيمهم ويعلمهم في المدارس الدنيوية، ويعطيهم الدروس الخصوصية، ويعني كما يقول بعض الآباء لأبنائهم في مقام يعني التنبيه أو المعايرة على حسب حال الأب والابن، يقول نحن نأخذ من قوتنا لنطعمك، أو نأخذ من قوتنا لتأخذ دروسا خصوصية. هذا بعض الآباء يقول هكذا لأبنائه، ولكن هذا الذي يأخذ من قوته لأجل دروس ابنه الخصوصية لم يعلم ابنه ما يجب عليه أن يعلمه إياه. صحيح، لا يهتم بهذا. حتى بعض الآباء لما يهتم بأولاده يهتم ماذا؟ يقول لهم يذهبوا إلى المسجد احفظوا القرآن. إذا كان مهتما أكثر يذهب مع أولاده إلى المسجد ويبحث عن حلقة حتى يحفظ أولاده القرآن. لكن الإناء الفارغ كيف يسكب منه على الغير؟ هذا كل إناء بالذي فيه ينضح، هذا ليس فيه شيء، فكيف سينضح؟ صحيح ولا لا؟ معي ولا لستم معي؟ لذلك الأب الجاهل يجني على أبنائه والله جناية عظيمة، من حيث يدري أو من حيث لا يدري. فاحذر أن تكون ذاك الأب الجاهل، واحذر أن يكون عندك علم ثم تترك أولادك من غير تعليم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، أو كنت تدري فربما تكون المصيبة أعظم. تجب معرفتها كلها والعمل بها ظاهرا وباطنا، ولها مناقضات ومنقصات، ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم. إذا تعلمت، كلما تعلمت وكلما ازددت تتبين لك الأمور وتتضح وتتجلى. فهناك شخص الآن يعني تسأله متى يشرك الشخص، ربما لا يتضح له الفرق بين التوسل وبين الاستغاثة. طيب والاستغاثة متى؟ طيب متى يعذر الشخص بالجهل؟ لا يدري. متى يعذر الشخص بالجهل؟ بعضهم لا يدري أصل السؤال، بعضهم قد يدري شيئا منه
لكن كلما ازددت علما كلما ازددت دراية ومعرفة بالتفاصيل التي تحتاج إلى معرفتها. معي؟ لا تخدع نفسك بما تعلم، لأن بعض الناس يقول الحمد لله أنا فاهم وأنا عندي علم وأنا عندي دراية، وهو من أجهل الناس والله، هذا الذي يقول هذا لنفسه. طيب، ولهذا يجب أن يكون، ولا يتضح ذلك إلا بالتعلم. أرجو أن تنتبهوا في هذا الكلام جيدا. ولهذا يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة، يجب أن يكون لعلم العقيدة الصدارة بين المقررات الدراسية في مختلف المراحل، وأن تعطى من الحصص اليومية العدد الكافي، ويختار لها المدرسون الأكفاء، وأن يركز عليها في النجاح والرسوب، خلاف ما عليه غالب واقع الدراسات المنهجية اليوم، فإن علم العقيدة في الغالب لا يحظى بالاهتمام في تلك الدراسات. هذا لأنه عندهم موجود في السعودية، موجود أصلا، لكن إذا لم يكن موجودا أصلا ووجدت كتب التربية الدينية التي يأتون فيها بالرجل وبالمرأة كيف حالهما، وبالأمور التي أحيانا في بعض الكتب يأتون بنواقض للإسلام، في بعض كتب الدين يقول لك الله في كل مكان، كفر أكبر. هذا كفر، الله في كل مكان هذا كفر أكبر. عرفت هذا؟ الله موجود. نعم. أحد الدروس كان يقول الله موجود. طب ما صحيح. لا، ما هو ما يفسرش، هم بيعتبروا ان موجود باسم فهمت هذا؟ فهذه مصيبة أكبر. أو يريد أن يدرس، يقول لا أنا أدخل أبنائي إلى الأزهر حتى يتعلموا الدين، فيقول بعد هذا يدرس ماذا؟ في الإعدادي شرح الخريدة، وفي الثانوية شرح الجوهرة، وفي الكلية تقريب المرام وشرح تهذيب الكلام والسندنيجي والمتن للتفتزاني ولا ما، وإلى آخر ما يدرس في هذا المضمار. وما الذي في هذا؟ إذا أحصر ما الذي يكون في هذا من العقيدة الصحيحة تجده شيئا يسيرا أو شيئا ليس كثيرا. معي؟ لأن الأشاعرة مثلا ابتداء هم لما يعرفون الاعتقاد يعرفونه بتعريف يقود إلى إبطال ورد كثير من الأدلة الشرعية. فهمت؟ فهنا المصيبة في أمور للأسف موجودة. وبعض أدعياء السلفية، أحد الإخوة هنا كان يقول لي، أنا سألت أحد الطلاب عن العقيدة فقال لا، هذه كانت عندنا قديما، الآن لم يعد عندنا في الأزهر العقيدة الأشعرية. يعني هذا من أي أزهر؟ هذا من الأزهر المعروف، هذا الذي يعني نعرفه، ولا من أزهر، يمكن أزهر ثاني اخترعوه عندهم، الله المستعان. ويختار له، ويقول خلاف ما عليه غالب واقع الدراسات المنهجية اليوم، فإن علم العقيدة في الغالب لا يحظى بالاهتمام في تلك الدراسات، مما يخشى من ورائه أن ينشأ جيل يجهل العقيدة الصحيحة. وهذا الإهمال بالفعل أدى الآن إلى نشوء جيل في السعودية، في البلد التي يعني في وقت من الأوقات يعني كان التوحيد معمما في ربوعها، وكان العوام يحفظون كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وكان رعاة الأغنام في البادية ألواح التعليم والتي يدرسون فيها التوحيد وغيره يمشون بها دائما وهم يرعون الأغنام. صار الأمر إلى ماذا؟ إلى أنه صار ناس يبتعثون ويخرجون خارج المملكة ويأتون إلى مصر. والله يعني مجلة تصدرها السفارة السعودية، ولا أدري، يذكرون فيها الطلاب وكذا الذين يدرسون في مصر والذين حصلوا الشهادات وحصلوا كذا، يضعون فيها بعض صور النساء المتبرجات. امرأة سعودية تخرجت من هنا ومتبرجة، فيفرحون بصورتها. فهمت هذا؟ كيف يكون هذا؟ أنت معي؟ ابتعاث هذا يرجع بالضلال المبين. والعقيدة ما الذي درس منها؟ ما الذي فهم؟ هذا يعني ترى مثالا واضحا
كيف حصل التغيير والتبديل الذي عم بلاد المسلمين من قديم. هناك تغيير وتبديل وإدخال وتغريب حصل في كثير من بلاد المسلمين لم نشهد كيف حصل أمامنا. نحن ربما خرجنا في جيل أو في سنوات كان فيها التغيير موجودا جاهزا، صحيح؟ لكن هذا نلحظ الذي يعرف السعودية قبل 20 سنة وقبل 30 سنة وينظر إليها الآن يعرف كيف يمكن التغيير، كيف يمكن التطور أو التدهور في الواقع. نعم. ولذلك هم يعني كم كنت ترى المعاداة والحط والرد للشيخ لأمثال الشيخ صالح الفوزان. بعض كتب الشيخ صالح الفوزان تمنع من دخول المملكة. ترى من الملك؟ لا. من وزير الداخلية؟ لا. من يتسلط شخص على إدارة الإعلام فيقول لا هذا ممنوع، هذا فيه مشكلة، هذا فيه كذا، زائغ في وزارة الإعلام كذا، ويمنع. فهمت؟ الذي يريد الكتب السلفية لا يجد في السعودية نصف ما تجده هنا في المكتبات المصرية، بل ربما، خاصة في الصدارة وفي التوزيع العام. لماذا؟ وفي الوقت نفسه كتب السيد قطب وكتب محمد قطب وكتب الضالين وكتب المضلين وكتب الجاهلين وكتب عمرو خالد تباع أمام الحرم وفي كل مكان، والبلايا والرزايا المتنوعة. ولكن ايش تأتي برضو؟ لا هذا نعم. ولذلك حتى القرار الأخير الذي صدر بمنع الطعن في العلماء وفي أعضاء هيئة كبار العلماء وفي كذا وفي كذا، هذا جاء بعد أن استباح الرافضة خصوصا في المنطقة الشرقية ومنهم من يتسلط في الرياض وفي غيره، يعني السب في العلماء سبا فظيعا والأذى، ويتطاولون وهم كانوا مقموعين، كانوا أذلاء صاغرين. لكن هكذا تحيا البدع لما تموت السنن، ولما يضعف صوت العلماء يقفى صوت أهل الجهل والأدعياء والأعداء. والله الله المستعان. إذا أحد الأشخاص أحد الإخوة في الأسبوع الماضي يتكلمون في ناس من أدعياء السلفية يتكلمون حول فرقة التبليغ وكذا، فأحدهم يقول يا إخوان لا كما يقول الشيخ صالح الفوزان ولا كما يقول الشيخ أبو بكر الجزائري، خلينا وسط. يعني هذا الشيخ صالح الفوزان يقول الحق، والشيخ أبو بكر الجزائري يقول في هذا الباب الباطل. فهمتوا؟ يثني على الجماعة ويمدحهم حتى والله بما هو كذب في الواقع. هو لا يدري، لا أقول إنه يتعمد الكذب، لكن الكلام الذي يذكره فيهم ليس واقعهم. فهمت؟ لكنه مع هذا مصر ومتعمد ويحلف بالله أنهم أفضل من العلماء. هذا يريد أن يتوسط بين الأمرين، توسط بين الحق والباطل. باطل صحيح. أراد السرورية والقطبية أن يتوسطوا بين السلفية والإخوانية، فأنشأوا القطبية والسرورية وفصائل أخرى بدعية. فالتوسط بين الحق والباطل باطل. فرقة التبليغ في بعض البلدان أرادت أن تكون وسطا بين الصوفية وبين السنية، فكان توسطها أيضا توسطا باطل، لأن التوسط بين الحق والباطل ماذا؟ باطل. إذن لا بد من التمسك بالحق والتمسك بالعقيدة الصحيحة، ولا بد من العناية بها، ولا بد من المحافظة عليها، ولا بد أن يكون لأهل السنة في أماكنهم، في جامعاتهم، في معاهدهم، في مدارسهم، في مساجدهم الاعتناء بتدريس العقيدة الصحيحة للأطفال منذ صغرهم. تكون عندنا مدارس للأطفال يدرسون فيها العقيدة الصحيحة منذ الصغر.
فإن علم العقيدة في الغالب لا يحظى بالاهتمام في تلك الدراسات، مما يخشى من ورائه أن ينشأ جيل يجهل العقيدة الصحيحة فيستسيغ الشركيات والبدع والخرافات ويعتبرها من العقيدة لأنه وجد الناس عليها ولم يعرف بطلانها، كمثل حال كثير من الناس الآن. يجلس كثير من الناس متسمرين أمام الشاشات التلفزة وأمام الإعلام الجاهل المضلل ويسمعون كل الكلام ويشاهدون التمثيليات. نريد أن نكون متآخين، نريد أن التآخي والتلاحم والتواد بين اليهود والنصارى والمسلمين، نريد أن نكون ديمقراطيين، وهؤلاء والبله الجهال يتلقون ويأخذون. والله يعرف بعض الناس كل يوم عنده يعني لا بد أن يتسمر ساعات أمام التلفزة في ماذا؟ يشاهد الأخبار والبرامج الحوارية وبرامج المحادثة، عروض المحادثة هذه يسمونها التوك شو، يشاهد هنا ويتفرج متسمر ومسكين. لو قلت له تعالى احضر مجلس علم يستثقل. تعال كما أنت متسمر هناك تسمر هنا. والله أحد هؤلاء الأشخاص أعرفه من أقاربي، قلت له أنت لماذا تعال كما تتسمر أمام الأخبار تسمر معنا هنا. فهمت؟ تسمر على ايش تجلس على كرسي؟ تعال ضع كرسيا، تفعل كذا افعل كذا. لكن سبحان الله الزهد العظيم العجيب في العلم دأب كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي لا يتعلم ولا يتفقه هذا دليل على أن الله لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: ومن هنا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. هذا ويجب اختيار الكتب الصحيحة السليمة التي ألفت على مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة، والمطابقة للكتاب والسنة، فتقرر على الطلاب، وتستبعد الكتب المخالفة لمنهج السلف ككتب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق الضالة عن منهج السلف. وأيضا لا بد من أن يكون المدرسون أنفسهم على منهج السلف. من أسباب الخلل الذي حصل في السعودية استيراد بعض المدرسين المخالفين، وبعض هؤلاء المدرسين صدروا حتى لتدريس العقيدة، يدرسون الكتب الموجودة. حتى كان أحد المشايخ ممن أخذنا عنهم يحكي يقول: أتوا بأحد الأشخاص فقيل له درس العقيدة، فقال: أدرس الجوهرة. مصري هو حتى سماه يعني، لكن لا أسميه الآن. فقال: أدرس الجوهرة. قال: لا، أدرس فتح المجيد. طيب، قال: فتح المجيد فتح المجيد. فدرس الجوهرة من خلال فتح المجيد. فتح المجيد والجوهرة، درس الجوهرة من خلال فتح المجيد. عرفت كيف الضلال؟ أهل البدع يخونون ولا يؤتمنون. ولعل بعضكم سمع شريط الشيخ محمد أمان الذي يذكر فيه المدرس المصري الذي حوره وقال له: يا عبيط. الشيخ محمد أمان يقول: قال له: عبيط أنت لا تفهم كذا، ويرد عليه في مسائل في الصفات وفيما يتعلق بهذا. إذا لا بد من الأمرين: أن تكون الكتب سلفية، وأن يكون المدرسون سلفيين، لأن اختلال أحد الأمرين لا تصلح معه الدراسة ولا تستقيم، إنما تكون معوجة منحرفة. وإلى جانب الدراسة النظامية يجب أن يكون هناك دروس تعقد في المساجد تدرس فيها العقيدة السلفية بالدرجة الأولى، وتقرأ فيها المتون والشروح ليستفيد منها الطلاب وكل من حضر. يعني حلق متعددة متنوعة تختلف على حسب حال الطلاب وعلى حسب حال المدرس أيضا. حلق لشرح المتون شرحا مختصرة، حلق لقراءة الشروح، تقرأ الشروح المختصرة وتقرأ الشروح المطولة، وتجرد المطولات أيضا على حسب الحال وعلى حسب الحاجة وعلى حسب الإطار الذي يوجد.
نعم. ويكون هناك مختصرات مبسطة تلقى للعامة كمثل هذا المختصر الذي ندرسه، هذا الذي في هذا الكتاب شيء يجب على كل مسلم أن يدرسه. الذي ندرسه في هذا الكتاب هذا قدر واجب على كل مسلم أن يدرسه معي. لا تظن أننا يعني نفعل شيئا كبيرا، أو أن بعض الناس يقول لا أنا ما شاء الله الآن تطورت وصرت. هذا كتاب ابتدائي، هذا كتاب ابتدائي ويجب على كل مسلم أن يدرس ما فيه. يقول: وبذلك تنتشر العقيدة الإسلامية إلى جانب ما يذاع من البرامج الدينية بواسطة الإذاعة. يعني يريد إذاعة القرآن الكريم في السعودية، وهذا أيضا في أزمنة يعني خصوصا في أزمنة متقدمة. ويكون هناك برنامج مستمر تذاع من خلاله أحكام العقيدة الإسلامية. ثم يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالعقيدة من جانب الأفراد، فيكون للمسلم مطالعات في كتب العقيدة والتعرف على ما ألف فيها على منهج السلف وما ألف على منهج المخالفين لهم، ويحرص على أن تكون عندك، تحرص كل واحد منا يعني أنت أيها الجالس تحرص على أن تكون عندك مكتبة فيها الكتب الكبيرة والكتب الصغيرة والكتيبات الصغيرة. تحرص هكذا على أن تكون في مكتبتك دائما موجودة وفيها الكتب على اختلاف مستوياتها. لا تشتري. أولا أنت تحتاج أيضا للصغير تراجع حتى لو كنت كبيرا، لكن تشتري الكتاب ليس فقط الذي ينفعك أنت، وينفع من في بيتك وينفع من يطالع هذا. فهمت هذا؟ ثم يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بالعقيدة من جانب الأفراد، فيكون للمسلم مطالعات في كتب العقيدة والتعرف على ما ألف فيها على منهج السلف وما ألف على منهج المخالفين لهم. يعني يعرف هذا، والذي يريد أن يعرف هذا من أهل السنة وخاصة من طلاب العلم، من العوام ومن طلاب العلم وهكذا، يعرف هذا من خلال ردود أهل السنة على المخالفين. فهمت؟ لأن بعض الناس يريد أن يعرف المخالفين فيرى، يذهب عند صاحب الجرائد يرى كتابا يجذبه عنوانه وهو الخبيث قد جعل العنوان جذابا حتى يراه السذج من أمثال هذا الذي رأى فيشتريه. صحيح؟ ألا يحدث هذا؟ يحدث. يذهب إلى مكتبة يرى كتابا هكذا مثلا بعنوان الأشاعرة من هم وما هم عليه مثلا، يقول نعم الأشاعرة نريد أن نعرف الأشاعرة. الحمد لله أعرف أن الأشاعرة على باطل. ماذا تعرف عنهم يعني؟ قل والله قالوا لنا الأشاعرة على باطل، هذا الذي أعرفه أولا وآخرا. فهمت؟ فيشتري الكتاب حتى يطلع، يقول لا والله كلام مقنع، يعني لماذا نشتد عليهم؟ لماذا هذا الظلم؟ لا لا لا. يأتي كتاب آخر الصوفية الحقيقيون، وأنا أؤلف أسماء يعني الصوفية الحقيقيون، فيقول ننظر من هؤلاء الصوفية يخرفون، فيقرأ شخصا يتكلم بعقلنا وبأدلة من القرآن والسنة ويذكر أحاديث ويخرجها، يقول لا هؤلاء غير هؤلاء، لا شك الصوفية ليسوا شيئا واحدا، هؤلاء صوفية معتدلون، هؤلاء صوفية جيدون، فيضل والعياذ بالله. أنت تريد أن تعرف، لا أقول لك لا تعرف، بل ينبغي في كثير من الأحيان أو في الآن يعني في البلايا والرزايا والفتن التي حولنا ينبغي أن تعرف، لكن ما السبيل إلى المعرفة؟ علماء أهل السنة، كتب أهل السنة، ترجع إلى أهل السنة، يدرسك أهل السنة، تأخذ منهم ويبينون لك ويرشدونك. فهمت هذا؟ والحمد لله يعني العلماء وطلاب العلم من أهل السنة في هذا الزمان وفي قبله وفي الأزمان السابقة، يعني الحمد لله ما من باب إلا وفيه تأليف، وما من فرقة إلا وعليها ردود. صحيح؟ سمي لي فرقة ولا ملة ليس لم يكتب أهل السنة والجماعة في نقضها وفي ردها وفساد بيان فساد ما عليه أهلها. فتريد عندك السبيل، عندك الطريق،
لكن أن شخصا يقول أنا أنظر في ما ألف، الشيخ يقول ما ألف على منهج المخالفين لهم، إذا لابد أن أنظر في المخالفين لهم. أن تنظر في المخالفين لهم هذا متى تنظر، وبأي شيء تنظر، وبأي قلب تنظر، وبأي عقل تنظر، ولماذا تنظر؟ فهمت؟ تنظر هكذا بسذاجتك وجهلك، تطالع طالبا الاستفادة، طالبا التعرف؟ لا، تعرف لا تتعرف وأنت ليس عندك شيء تفهمه. لا تتعرف من كتب المضلين. تريد أن تتعرف، تعرف من كتب أهل السنة، لأنك ستتبين بالنظر في كتب أهل السنة الحق والباطل. أما في كتب المبطلين فلن تتبين إلا الباطل، وستظنه حقا لأنك جاهل. واضح؟ ولذلك اشتد تحذير أهل العلم من الجلوس إلى المبتدعة والأخذ عن المبتدعة وعدم الابتعاد عن الأطر البدعية كلها. الآن عندنا المواقع البدعية، يعني قديما كان كتب، كان الأشخاص، الآن المواقع البدعية. شخص يتجول ويعبث من هؤلاء الناس الذين ليس عندهم أوقات طويلة يفنونها في غير فائدة، فيعبث وينتقل من هنا إلى هنا إلى هنا إلى هنا، فيدخل يقول ماذا عندهم؟ تعال لأرى، تعال لننظر، ثم يتحدث مع خبيث ويحادث فلان، وهكذا. للأسف أنت عندك وقت يا أخي، عندك سبحان الله، تعال. أنا أقول لكل شخص عنده وقت خال تعال هنا المكتبة وسأرشدك ماذا تقرأ، ولن تنتهي. وإذا انتهيت من هذه المكتبة كلها من هذه المكتبة كلها أيضا إن شاء الله سأتيك وقتها بمجموعة من الكراتين التي لم تقرأها مكافأة لك مني وقتها، يعني أنا سأتيك بها من مالي الخاص، بمجموعة يعني ب5 كراتين تمتلئ كتبه. الذي يقرأ هذه المكتبة كلها هذا وعد مني ولن أرجع فيه. 5 كراتين حتى لا تضيع وقتك. أنا أتكلم بقلب يعني. لكن شخص لا يجد شيئا ويعبث ويلعب ويقول أنا أنظر في كذا أنظر في كذا، يا أخي سبحان الله سبحان الله سبحان الله. من قرأ ردود أئمة الدعوة النجدية على المنحرفين من الصوفية والقبوريين؟ فقط هذا الباب، فقط هذا الباب. من تتبع ما في هذا الباب؟ مثلا هذا يعني جزء هكذا. ردود شيخ الإسلام ابن تيمية مثال. أنا أذكر إيش أمثلة، وإلا سنمضي هنا وسنمضي هنا وسنمضي هنا، سنفتح أبوابا كثيرة. عرفتم يا إخواني؟ فلا بد أن ننهض وأن نقوى وأن نجتهد. نحن نركض والآخرون يجتهدون في الباطل، ونحن ننام والآخرون يستيقظون ويقومون لنشر باطلهم. النصارى الآن في بلادنا يشترون الأسلحة ويشترون ويجهزون أنفسهم ويتكلمون ووسائل الإعلام ويؤثرون ويضغطون ويفعلون الأمور الفظيعة الشنيعة في كل باب وفي كل مجال، ونحن ما زال بعضنا يعني إيش يرجو بعضا. يا أخي تعال استمع، تعال تعلم، اجتهد، لماذا لا تذاكر، لماذا لا تتقي الله، لماذا، وهكذا. ما زلنا نحن هناك. حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، وحتى يستطيع رد الشبه الموجهة إلى عقيدة أهل السنة. أيها المسلم، إنك حينما تتأمل القرآن الكريم تجد فيه كثيرا من الآيات والسور تهتم بأمر العقيدة، بل إن السور المكية تكاد تكون مختصة ببيان العقيدة الإسلامية ورد الشبهات الموجهة إليها. خذ مثلا سورة الفاتحة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وكلامه هذا في مدارج السالكين: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى ب3 أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، ومدارها مدار الأسماء والصفات عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة،
فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية. وطلب الهداية طبعا يقول مبني على الربوبية، يعني على اعتبار ربوبية الله للكون، فلأن الله رب الكون فيستعان به، والاستعانة من العبادة. وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم يتعلق بصفة الرحمة، ارحمنا يا رب فاهدنا إلى الصراط المستقيم. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته. والثناء والحمد كمالان. عندك إيش لجدي ولا لمجدي؟ معنا كمالان لجده. الجد هو الحظ والنصيب. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، ثم بينها رحمه الله بكلام مطول مفيد إلى أن قال: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. وقال: وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وتوحيده وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. الكلام على هذين النوعين سيأتي إن شاء الله. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده. يعني كما ترى إما بيان للتوحيد أو بيان للشرك، دعوة إلى التوحيد، تحذير من الشرك، بيان أحوال الموحدين في الدنيا، بيان أحوال الموحدين في الآخرة، بيان أحوال المشركين في الدنيا، بيان أحوال المشركين في الآخرة. فالقرآن كله على ماذا؟ على التوحيد. يقول: وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما فعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. انتهى. ومع اهتمام القرآن بشأن العقيدة الإسلامية، فإن أكثر الذين يقرؤونه لا يفهمون العقيدة فهما صحيحا، فصاروا يخلطون ويغلطون فيها، لأنهم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، ولا يقرؤون القرآن بتدبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وللأسف كثير من المسلمين يعني لا يعرف أخذ المصحف ولا النظر فيه. للأسف كثير من المسلمين للأسف بعيد عن كثير مما ينبغي من الدين. نعم. أنا أذكر مرة كنت يعني خلاصة أحد يعني يكون طفلة في السنة في الصف الأول الإعدادي أو في الخامس الابتدائي، يذكر أنه ما يعني لا يعرف المصحف أبدا، لا ينظر فيه إلا في رمضان فقط، أو ينظر فيه لما يكون يعني هكذا أحيانا يعني يراه ويتسلى مثلا، يفتح يقول ما الذي هناك. صغير، فهمت؟ هذا أذكره يعني قصة وأنا صغير، طفل فكان معي هكذا قبل فيها مصحف فأخرجته، فقال: أنت متعود أن تقرأ فيه؟ وأنا يعني ليس المسألة قراءة، يعني ليست قراءة فقط، قراءة نحفظ ونراجع ليست قراءة. فقال: لا أنا، فأنا استغربت حتى وقتها مش تعود تقرأ فيه. هذا يعني هو مصدر، هذا كتاب الله، يعني هذا الذي لم يتعود ينبغي أن يتعود. فقال: لا أنا لا يعني لا أقرأ فيه إلا في رمضان.
أو أحيانا لما أكون هكذا يعني ممكن أفتح أنظر. هذا حال كثير من أولاد المسلمين للأسف، وحال كثير من كبار المسلمين للأسف. المصحف لا يكاد يفتحه أبدا طول السنة، يأتي في رمضان فقط يفتح، خلاف هذا لا دراية له للأسف. فكلام الشيخ أن الذين لا يقرؤون القرآن بتدبر، هذا إذا قرأوا، هذا في من يقرأ، هذا في الذين يقرؤون القرآن لا يقرؤونه بتدبر، الأكثرون هكذا. أما الأكثرون الذين هم أكثر من هؤلاء ربما فلا يقرؤون القرآن أصلا. نعم. الدعوة إلى العقيدة الإسلامية. يجب على المسلم بعدما يمن الله عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك بها أن يدعو الناس إليها لإخراجهم بها من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والدعوة إلى العقيدة الإسلامية هي فاتحة دعوة الرسل جميعا، فلم يكونوا يبدأون بشيء قبلها، كما قال الله تعالى عنهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه أول ما يدعوهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. فيجب على كل من عرف هذه العقيدة وعمل بها ألا يقتصر على نفسه، لابد، هذا واجب، ألا يقتصر على نفسه بل يدعو الناس إليها. طبعا لا يأخذ جاهل هذا الكلام ويقول: نعم أدعو، أنت لم تعرف بعد، أنت لم تتعلم بعد، تعلم أولا يا أخي. لأن بعض الناس والعياذ بالله نفوسهم متطاولة إلى التصدر والبروز والشهرة، حتى وهو من أجهل الناس وهو من أضيع الناس. أنا رأيت ناسا هكذا، هو من أجهل الناس وأضيع الناس وأبعد الناس، لكن نفسه تتطاول إلى الشهرة والتصدر، مرض. فيجب على من عرف هذه العقيدة وعمل بها ألا يقتصر على نفسه بل يدعو الناس إليها بالحكمة والموعظة الحسنة، كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. وإن الدعوة إلى هذه العقيدة هو الأساس والمنطلق، فلا يدعى إلى شيء قبلها من فعل الواجبات وترك المحرمات حتى تقوم هذه العقيدة وتتحقق، لأنها هي الأساس المصحح لجميع الأعمال، وبدونها لا تصح الأعمال ولا تقبل ولا يثاب عليها. ومن المعلوم بداهة أن أي بناء لا يقوم ولا يستقيم إلا بعد إقامة أساسه، ولهذا كان الرسل يهتمون بها قبل كل شيء. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يبعث الدعاة يوصيهم بالبداءة بالدعوة إلى تصحيح العقيدة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية في صحيح البخاري في كتاب التوحيد إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. فمن هذا الحديث الشريف ومن استقراء دعوة الرسل في القرآن ومن استقراء سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخذ منهج الدعوة إلى الله، وأن أول ما يدعى الناس إليه هو العقيدة المتمثلة بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه، كما هو معنى لا إله إلا الله. هذا الكلام كما ترون واضح، أرجو أن تكونوا منتبهين ونحن نقرأه وأنتعوا هذه المعاني. وقد مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة 13 سنة بعد البعثة يدعو الناس إلى تصحيح العقيدة بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، قبل أن يأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وترك المحرمات من الربا والزنا والخمر والميسر.
يعني قبل كل هذا. ولذلك الله تعالى لم يشرع ولم يفرض أي ركن من الأركان الأربعة بعد الشهادتين إلا بعد 10 سنوات من بدء الدعوة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد 10 سنوات فرضت الصلاة. ثم بعد الهجرة إلى المدينة في السنة الثانية فرض الصيام، ثم فرضت الزكاة، ثم بعد هذا بسنوات فرض الحج. وهذا يدلنا دلالة واضحة على خطأ بعض الجماعات المعاصرة التي تنتمي للدعوة وتزعم أنها قامت لأجل الدعوة إلى الله، وأن قيامها على هذا كفرقة التبليغ وفرقة الإخوان وغيرها، وهي لا تهتم بالعقيدة بل تحارب الاهتمام بالعقيدة. ليست فقط نقول إنها لا تهتم فالذي يهتم جزاه الله خيرا، لا، هي لا تهتم وتحارب الاهتمام. وهذه مصيبة بعد المصيبة. وإنما تركز على أمور جانبية أخلاقية وسلوكية وليتها تركز عليها بحق، بل تجد هذه الفرق تركز على أمور هي من الباطل الواضح للأسف، عرفت؟ وهي ترى كثيرا من الناس يمارسون الشرك الأكبر حول الأضرحة المبنية على القبور في بعض ديار الإسلام، ولا تنكر ذلك ولا تنهى عنه لا في كلمة ولا في محاضرة ولا في مؤلف إلا قليلا. طبعا إلا قليلا، وهذا القليل الذي يحصل منه هذا يكون ممن تأثر بالدعوة السلفية، لا يكون من قبل جماعته ولا من قبل فرقته معي. وهذا القليل أيضا يكاد أن يعدم في كثير من الأماكن والأحيان، بل قد يكون بين صفوف والشيخ هنا لماذا يقول إلا قليلا؟ لأن بعض الإخوانيين في السعودية تأثروا بالدعوة السلفية في جانب التوحيد معي. حتى أحد الإخوانيين ممن عاش في السعودية سنوات طويلة أقول له لابد أن نكون على عقيدة السلف ومنهجهم، فقال نعم على عقيدة السلف نعم، أما منهجهم لا. والله قال لي هذا، يقول في مكة، يقول على عقيدة السلف، قلت له ونكون على عقيدة السلف ومنهجهم، قال عقيدة السلف نعم، أما منهج السلف فلا. انت فهم العقيدة ففي نفسه، لكن المنهج يكون ماذا؟ إخوانيا تمييعيا تضييعيا إلى آخره. طبعا هذا كلام باطل، أن شخصا يقول أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج أو سلفي العقيدة تبليغي المنهج، هذا شيء ليس متصورا في الواقع، هذا شيء لا يمكن، لأن الذي هو سلفي العقيدة لا بد أن يكون سلفي المنهج. الذي هو سلفي العقيدة لا بد أن يكون سلفي المنهج، وإذا لم يكن سلفي المنهج فستجد في عقيدته خللا لابد. والذي لا يفهم هذا في الواقع أو رأى شخصا يقول خلاف هذا ولم يفهم كيف أن في عقيدته خللا أبين له هذا، لكن خذ هذا الآن بل قد يكون بين صفوف تلك الجماعات من يمارس الشرك والتصوف المنحرف ولا ينهونه ولا ينبهونه، وهذا في جماعة الإخوان، في حسن البنا وفي عمر التلمساني وفي غيرهما، وفي سعيد حوا في سوريا، وفي جماعة التبليغ حدث ولا حرج. مع أن البداءة بدعوة هؤلاء وإصلاح عقيدتهم أولى من دعوة الملاحدة والكفار المصرحين بكفرهم، لأن الملاحدة والكفار مصرحون بكفرهم ومقرون أن ما هم عليه مخالف لما جاءت به الرسل، واضحون. أما أولئك القبوريون والمتصوفة المنحرفون فيظنون أنهم مسلمون وأن ما هم عليه هو الإسلام، فيغترون ويغرون غيرهم. والله جل وعلا أمرنا بالبداءة بالكفار الأقربين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فلهذا يجب علينا أن نبدأ بالشركيات والمخالفات التي تكون بين المسلمين أولا. فما لم تصفى صفوف المسلمين بالبداءة بالكفار الأقربين في الدعوة وفي الجهاد، فقال تعالى وانذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا سقط من نسختي هنا. هذا عندك الآيتان في نسختك؟ طيب
أنت أي نسخة معك؟ لا نفسه هذه؟ لا ليست هذه. لا هذه عاصم. لا هذه مختلفة. نعم خليني نعم. طيب يقول فما لم تصف صفوف المسلمين من الدخيل فإنهم لن يستطيعوا الصمود في وجه عدوهم. ويحكى أن قبوريا رأى رجلا يعبد صنما أمامه فأنكر عليه القبوري فقال له عابد الصنم أنت تعبد مخلوقا غائبا عنك وأنا أعبد مخلوقا ماثلا أمامي فأينا أعجب فانخصم القبوري. بغض النظر يعني هذا مثال ربما لا يعني هناك أمثلة أخرى توضح الأمر أكثر من هذا. يعني بعض المشايخ ممن سافر الهند يقول ترى معبد الهنادك وفي مقابله مسجدا فيه قبر وما يحصل هنا يحصل هنا. نفس الأمر. ولأجل وهذه المظاهر الشركية التي عند المسلمين يعني تكون حائلا بين الكفار وبين أن يعرفوا حقيقة الأمر عند المسلمين. لو أن كل المسلمين يتضح لهم التوحيد كما يتضح يعني لأهل السنة وللسلفيين وللمبتدئين منهم حتى بوضوح، لا قبور لا أصنام لا تماثيل لا صور لا شركيات لا كفريات، توحيد خالص لله رب العالمين كيف ترى الأمر؟ لكن أن تحدث بعض الفتن تخرج بعض القنوات الإخبارية كقناة الجزيرة وغيرها بعض الأفلام التسجيلية يسمونها الوثائقية الأفلام التسجيلية حول أنه مثلا في الصعيد المسلمون والنصارى يذهبون سويا إلى الموالد. هذا شيء فظيع يعني من قديم. لكن تجد يقول لك مولد ماري جرجس يذهب المسلم والنصراني ويصورون النساء المحجبات وهن يدخلن إلى المقام فلانة القديسة ويضعون الكذا فهمت هذا؟ نعم. في شريط أحد من قيل إنه كان قسيسا وأسلم يقول جاءني مرة رجل مسلم هو يقول هكذا فقال أنا معي هذه الذبيحة لماري جرجس. فقال له لماذا؟ قال لأن ماري جرجس أعطتني فاطمة. هو جاء ونذر وطلب من ماري جرجس فهي وهبت له من؟ فاطمة. طيب اسمها ماري إيش؟ ماري جرجس هذا رجل ماري جرجس. لا ماري إيش هي امرأة. ماري لقب التقديس، جرجس رجل. الأخرى ماذا ماري إيش؟ ماري أي ماري فلانة يعني أنا لا أستحضر الآن. امرأة يعني. إيش؟ لا ماري من هذه التي هنا. هو كلف مبابة. ماري يقول ماري فلان ماري كذا ماري مرقص ماري جرجس ماري لقب مات إيش ماري مارون هكذا. لكن المهم يعني فلان ولا فلانة أعطاه من؟ فاطمة. أنا لماذا أردت استحضار الاسم؟ لأني كنت سأقول طيب ما مدام هي التي أعطته يسمي البنت باسمها. والعياذ بالله. رأيت الشرك كيف يتغلغل. حتى كتب عبد الله الغماري في كتابه الرد المحكم المتين على كتاب القول المبين. القول المبين يعني كتاب فيه مضادة الشرك والقبورية وهو يرد عليه. فيكتب في آخره الخاتمة أن المسلمين ينبغي لهم أن يتوسلوا بالأولياء والصالحين المسلمين. بعض الناس يذهب إلى قبور اليهود والنصارى ويتوسل بهم وهذا لا يجوز. يعني الذي يريد أن أشرك بمن؟ بالمسلمين فقط، لكن تشرك باليهود والنصارى هذا لا يصلح. والله هذا الكتاب موجود. أنت معي؟ والعياذ بالله. هذا وإن كان كل منهما مشركا ضالا
لأنه يعبد ما لا يملك ضرا ولا نفعا، إلا أن القبورية أغرقوا في الضلال وأبلغوا في طلب المحال. هذا يعني يقول من هذه الجهة أغرقوا في الضلال من هذه الجهة، وإن كان أن القبوري ربما يدعو من هو أمامه أيضا لا يكون غائبا عنه. يعني فالمثال هنا الأولى كان أن يذكر ما هو أوضح منه، أن هنا الشخص يقول لا إيش غائبا عنه، ما ربما يدعو مقبورا أمامه، فهمت؟ أو على اعتبار أنه غائب يعني أنه غائب في القبر، وهذا إيش مخرج. أنت معي؟ طبعا بالنسبة لعبادة الأوثان وما زال مستمرا إلى الآن، بعض هذا يعني تعجب إذا سمعته مما هو واقع عند آلاف الآلاف من الناس إلى يومنا هذا. الهندوس مثلا عقيدتهم الوثنية فظيعة، أو لا أقول عقيدتهم، عقائدهم الوثنية فظيعة وأشياء عجيبة، وتوالد الآلهة وكذا والحركات يعني ومع هذا يصنعون دبابات وسيارات وغواصات وتكنولوجيا وأسلحة نووية وهم يعبدون الأوثان. لأن بعض الناس إذا ذكرت هذا يقول لك هؤلاء متخلفون متأخرون. لا في الدنيا يتقدمون لكن هم وثنيون. وماذا تريد؟ النصارى وثنيون أيضا صحيح، يعبدون أصنام وصور وتماثيل المسيح ومريم والقديسين التي ينسبونها إليهم. فيجب على الدعاة إلى الله أن يركزوا على جانب العقيدة أكثر من غيرها، ويقبلوا على دراستها وتفهمها أولا، ثم يعلموها لغيرهم. إذن لابد من الدراسة والتفهم أولا، ثم يعلموها لغيرهم، ويدعو إليها من انحرف عنها وأخل بها. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية، في تفسيره الذي هو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي، أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له. على بصيرة بذلك ويقين وعلم مني، ويقيني على بصيرة بذلك ويقيني عندك إيش ويقيني علم مني، أو على بصيرة بذلك ويقين علم أو علم مني أو علم مني أنا ومن اتبعني، أي ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. التفسير الطبري في سورة يوسف. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره: وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى كلام ابن جرير. فالآية الكريمة تدل على أهمية معرفة العقيدة الإسلامية والدعوة إليها، والدعوة لابد أن تكون على بصيرة، وإلا فدعوة الجهال إلى الله تضر أكثر مما تنفع. هذا إذا نفعت. دعوة الجهال إلى الله تضر أكثر مما تنفع، هذا إذا نفعت. وأن أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هم من اقتدى به في ذلك واتصف بالصفتين: العلم بالعقيدة والدعوة إليها. وأن من لم يتعلم أحكام العقيدة ويهتم بها ويدعو إليها فليس من أتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحقيقة، وإن كان من أتباعه على سبيل الانتساب والدعوة.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في معنى قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها 3 أقسام بحسب حال المدعو، فإنه إما أن يكون طالبا للحق مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، هذا فقط يريد أن تبين له الحق، أن تذكره له وهو يقبل إن شاء الله. وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب. وإما أن يكون معاندا معارضة فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى غير الجدال إن أمكن. فهمت هذا؟ وهنا في النسخة قال وإلا انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكن. الجلاد يعني الجهاد، فهمت؟ إن أمكن. سبحان الله الجهاد يعني سبحان الله يعني كيف يشرع، لأن ناسا مهما كان لن يؤمنوا، هم على ما هم عليه، على ما عزمت على حربه وعداوته ما حييت، هكذا، وهو يعلم أنه نبي. هذا لا حل معه إلا الجهاد. صحيح. انتهى كلام ابن القيم، وهذا كلامه في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وبهذا تبين منهج الدعوة وما ينبغي فيها، وتبين خطأ ما تنتهجه بعض الجماعات المنتمية. طبعا الأولى أن يقال الفرق المنتمية إلى الدعوة، لأن الجماعة في الإسلام واحدة، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. وهي يعني هذه الفرق تخالف المنهاج السليم الذي بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقين علم مني به، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به. عندك به؟ هذا الصوت، حتى القلم. طيب. والحمد لله رب العالمين. أرجو من الإخوة أن يغلقوا هذه الهواتف وهذه الأصوات التي أنت في الدرس. معذرة، يعني رجال الأعمال يعطلون أعمالهم قليلا لله رب العالمين، لا بأس. ويعني قبل الدرس إذا كانت عندك شركات متعددة اتصل بها كلها وقل لهم أنا عندي درس الآن. كذلك المصانع وكل ما عندك، يعني نبههم أن الآن في درس لا يعطل علي أحد أعمالي تعلمي معي. وإلا تنشغل بالمصانع والشركات ماذا تصنع؟ ماذا تغني عنك من الله؟ فما بالك إذا كنت تنشغل بما ليس شيئا في الدنيا ولا في الدين. لا أنت عندك مصانع وشركات ولا أنت تنتبه في درسك. تفضل، بارك الله فيك. أقم الصلاة.